السلام عليكم، ازيكم يا حبيبة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي يا جماعة. ان شاء الله النهاردة مع بعض هنعمل مع بعض الملوخية خضراء، اول مرة اعملها معاكم على القناة. بصوا ما شاء الله رقها عامل ازاي. اول حاجة جبت شوية توم كده حلوين، دقيتهم في الهون، وحطيت عليهم قرن فلفل اخضر كده مع شوية كزبرة وملح، وحطيت هنا على النار في حلة كده كوبايتين ونص شوربة. نزلت ايه بكيس ملوخية كنت حاطاه عندي في الفريزر، ملوخية خضراء. طبعا ما تزودوش الشوربة، عشان لو الشوربة زادت منك الملوخية هتبوظ ومش هتعرفي تعالجيها، لكن لو كانت الشوربة قليلة ممكن انت تخففيها. هنا ايه التوم على قرن فلفل اهو، كنت حاطة شوية ملح مع شوية كزبرة. هبدأ بقى اخد ايه معلقة كده صغيرة واحطها على ايه، على الملوخية، وهي كانت لسه ايه، ما كانتش فكت قوي كده معايا، وهديت عليها النار عشان تفك كويس من بعضها. وهنا جبت طاسة صغيرة كده، حطيت فيها نقطة زيت، ونزلت بقى باقي التوم على الفلفل زي ما انتوا شايفين كده. وهنا الملوخية ايه سايبها على نار هادية كده عشان تفك كلها من بعضها. هنا حطيت ايه معلقتين صلصة كانت عندي باقية، حطيت عليها بقى شوية كزبرة حلوين كده بس. وفضلت بقى اقلب فيها تغير معايا اللون، وما الملوخية فكت معايا اهي، هبدأ بقى انزل ايه بالطشة الحلوة بتاعتي دي. اللهم بارك، ريحتها جميلة. هنا الملوخية كانت فكت معايا، بصوا ما شاء الله العرق بتاعها كان تحفة. كنت عاملاها في الخلاط، ما عنديش مخرطة اصلا، عملتها في الخلاط، كنت قطفتها وحطيتها على نقطة مية وضربتها في الخلاط وحطيتها ايه خزنتها في الفريزر زي ما انتوا شايفين، ولونها اخضر كأن لسه جاية. كانت فكت معايا، نزلت بقى بالطشة بتاعتي، هقلب بقى فيها تقلبتين كده. حطيت بصوا سنة ملح بسيطة خالص، لأن الملوخية بتحتق معايا بسرعة، الملوخية متكونش عاوزة ملح كتير، هي سنة ملح بسيطة. ونزلت ايه بنص مكعب مرق بس كده يطعم معايا، اديني طعم بس حلو. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، العرق بتاعها عامل ازاي، زي بتاعة المحلات بالظبط. بصوا زي اللي بتيجي في ال آه، زي اللي بتيجي في المحلات، وبيفضلوا يصبوا من هنا لهنا والطشة والطاجن ومش عارفة ايه. اللهم بارك، طريقة احسن من بتاعة بره كمان، وما كلفتش نفسك حاجة. يعني هو كيس ملوخية كان متخزن، وفصين توم مع قرن فلفل مع معلقة صلصة وشوية كزبرة، وطريقة ما شاء الله اللهم بارك. جربوا بقى الطريقة دي وقولوا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو حابين اي اكلات قولي في التعليقات، وان شاء الله اعمل لكم حاجات كويسة الايام الجاية. السلام عليكم.